بيبدأ فيلمنا مع واحد اسمه ليام بيصحى في العربية بتاعته بعد لما عمل حادثة، وللأسف بيكون فاقد الذاكرة، وبيحاول ان هو يطلب المساعدة من عربية كانت بتقرب عليه ان هي تقف، لكن الغريب ان هي ما بتقفش وبتقرب منه جدا وبتكون قربت تدوسه، لكن على اخر لحظة بيلحق نفسه وبتقف بعدها وبيروح بيقرب منها، والصدمة ان البنت اللي كانت سايقة العربية دي ماتت وعينيها كانت بيضة. وبيحاول يتصل هنا بالإسعاف وبيسألوه هنا على اسمه لكنه مش بيعرف بسبب ان هو فاقد الذاكرة، فبيطلع البطاقة علشان يعرف وبيلاقي اسمه ليام. وبعدها بتقع الطيور من الجو وهي ميتة على العربية، فبيجري بسرعة بعيد وبيكون مش مصدق اللي بيحصل. وبعدها بيدخل مطعم وبيلاقي قدامه كل اللي موجودين ميتين وعينيهم برضه لونها أبيض، فبيفتكر ان ده فيروس في المدينة، فبيغطي وشه وبيخرج من المطعم وبيعرف عنوان البيت بتاعه من الرخصة اللي كانت في المحفظة، وبيوصل وبيكسر الباب لأنه ما كانش معاه المفاتيح، وبيدخل وبيحاول يقفل على نفسه كل المداخل، وده طبعا علشان الفيروس ما يوصلوش. وبيسمع صوت قريب من البيت وبيتحرك ناحية السواق علشان يحذره، وطبعا محدش بيكون سامعه اصلا، فبيكتب له على ورقة ولكنه بيقع على الارض وعينيه بتكون بيضة. وبيحاول هنا يعمل كام تجربة علشان يشوف المشكلة فين بالظبط، وبيشوف هنا طائر على الشجرة لحد لما بيقرب منه وبرضه بيموت على طول. ومع الوقت بيلاحظ ان تقريبا السبب في موت الناس هو، فبيروح على مكان هادي علشان ما يقتلش حد تاني بسببه لحد لما يفهم سبب اللي بيحصل ده. وبعد شوية الشرطية بتوصل على الاسطبل لانها شاكة في ليام لحد لما الطيور بتقع عليها، فبتخاف جدا وبتجري. وبيجي الليل وليام بيلاقي حد بيخبط على باب المزرعة، فبيطلب منها تهرب دلوقتي بدل ما تموت. والغريب بقى ان البنت بتفضل تقرب منه وبتفضل عايشة، وبنعرف ان هي تقريبا كانت في مكان الحادثة بتاعته اللي حصلت في اول الفيلم، وبنفهم ان هي كمان فقدت الذاكرة، والكلب بيقرب عليه وبيفضل سليم برضه. وبيفهم ان هما لازم يرجعوا لمكان الحادثة، وبيوصلوا للمكان وبيشوفوا دايرة كبيرة على الارض كأنها محروقة، فبيعرف ليام ان النار ما مسكتش فيها ولا حاجة، وده من الخشب السليم. وبيبدأ يفتكر اللي حصل في الحادثة وان هو مات اصلا من رعد في السماء. وبيسأل جين هي كانت فين وقت لما الحادثة حصلت، وبتقوله ان هي كانت واقفة قدامه وكل واحد فيهم كان على طرف الدايرة، فبيعرفها ان في ناس كتير ماتت بسببه، لكن تقريبا اللعنة دي خلصت علشان محدش بقى يموت لما بشوفه. وهنا جين مش بتكون واثقة فيه بسبب اللي حصل وبتمشي على الطريق، فبيروح وراها وبتكلمه وبتقوله انه كان لازم يعرفها من الاول ان موضوع القتل ده حقيقي، وان هي كانت ممكن تموت بسببه لو قربت منه. وفي الوقت ده بتظهر عربية على الطريق وبتسألهم لو محتاجين مساعدة، وطبعا جين بتكون مش عايزة تتكلم وبتسيبهم وبتمشي. وبنعرف ان البنت اللي وقفت ليهم دي كانت شغالة ظابط، وهي اللي كانت عايزة تمسك ليام، ولما بتقرب منه بتموت على طول. وجين بتشوف كل اللي حصل من بعيد وبتكون خايفة جدا وبتجري منه على الغابة، وهو بيحاول يقرب منها ويعرفها ان هي مش هتموت، وان هم لازم يفضلوا في مكان بعيد عن الناس، وده علشان محدش يموت. في نفس الوقت بيقرر ان هو يعمل تجربة مع جين، والتجربة بتكون ان هي تقرب من المعزة وتبعد عنه، ولما بتعمل كده بتموت على طول قدامها. فبنفهم ان هم لازم يفضلوا قريبين من بعض، وكمان محدش تالت يدخل وسطيهم والا هيموت. وبيروحوا على المستشفى علشان يعرفوا الحل بالظبط، وليام بيعرف الدكتور ان هو عنده فقدان في الذاكرة، وده طبعا علشان يعمل له اشعة ويطمن على نفسه. ولكن للاسف الشرطة بتوصل علشان تقبض عليه، وبيكونوا فاكرين ان هو اللي موت صاحبتهم. والشرطي هنا بيطلب من الدكتور يعرف النتيجة بسرعة، فبيقوله ان كل حاجة سليمة، ولكنه بياخد باله ان الشرطة وصلت المستشفى، فبيهرب بسرعة مع جينا على الاسانسير. وهنا بنشوف لوحة متعلقة على الحيطة فيها اسماء ناس كتير مفقودة، بتفتكر ان كان في حد عندها مفقود قبل كده، وبتفضل مركزة مع اللوحة شوية لحد لما بيوصل ليام على الاسانسير لوحده، وبيكون الباب خلاص هيقفل وحياة الناس هتكون في خطر. فبتحاول ان هي تهرب وتقرب منه عن طريق السلم، وكانت محافظة ان هي لازم تبقى قريبة منه والا الناس دي هتموت، لحد لما بتنجح في كده وبيوصل ليام في الاخر، وبيخرجوا من المستشفى وبعدها بيناموا في العربية، وده لان مفيش مكان امان، بالذات ان الشرطة بتدور عليهم في كل مكان. وبعد شوية ليام بيشوف صور كتير عن جين قبل ما يفقد الذاكرة، وبتبدأ ان هي تسمع اسمها هي وجوزها في الراديو، وبتعرف ان هي لازم تروح له. الاول ليام بيكون متردد لان الموضوع ده خطر على الناس وممكن تحصل مشكلة، لكنه بيروح معاها. وفي الوقت ده بيوصلها لسام وبيكون قلقان جدا عليها، وبيستغرب ان هي بتكون راكبة مع راجل غريب في العربية، فبتطلب منه يركب علشان تفهمه الموضوع، بتشرح له كل اللي حصل من ساعة الحادثة. وطبعا جوز جين مش بيصدقهم لحد لما بيعملوا تجربة قدامه على الطيور، وبتصدم وبيكون مش فاهم ازاي ده بيحصل اصلا. فبيرجعوا على المحل بتاعه وبيفضلوا قاعدين، فبيشوف ليان صورة غريبة وبيلاحظ ان في واحدة شبه جين بالظبط ومفقودة من سنة، وسام بيعرفهم الحكاية من الاول.
وهي ان جين كان عندها اخت توأم ولكنها فجأة اختفت ومحدش يعرف مكانها، وجين دورت عليها في كل مكان ولكن للأسف معرفتش توصل ليها خالص. ومع الوقت الذاكرة بتبدأ ترجع لها وبتفتكر ان يوم الحادثة ده هي كانت عايزة ترمي نفسها من فوق الكوبري، لكن ليام هو اللي وصل عليها للوقت المناسب، وهي بتقوله ان هي ما كانتش تعرفه قبل ما تفقد الذاكرة، لحد لما بيبص على النتيجة اللي كانت متعلقة وبيفتكر ان هو كان سايق العربية مع جين قبل الحادثة، ان هما كانوا رايحين على البيت بتاعه وهي كانت بدأت تثق فيه. في الوقت ده سام بيدخل عليهم الأوضة وبيشوف كل اللي حصل مع مراته، وطبعا جين بتكون مش فاكرة أي حاجة عن جوزها وأكيد مش هتثق فيه على طول. وفي الوقت ده بيقرر ان هو ينتقم من غير ما يعرفهم. وتاني يوم ليام بيحاول ان هو يروح للبيت بتاعه، وجين بتعرف جوزها ان هو لازم يفضل هنا، وبيعرف ان هو لازم يقتلهم في أسرع وقت، فبيتصل على الشرطة وبيعرف جين ان هي لازم تهرب معاه دلوقتي وتخلص من ليام، لكنها بتكون مش واثقة فيه ومش فاكرة أي تفاصيل عن حياتهم. وبتوصل الشرطة على البيت وبتقبض على كل اللي موجودين، لكن بتعرفهم جين إن هي لازم تفضل مع ليام وإنهم ما ينفعش يبعدوا علشان هتحصل مشكلة كبيرة. لكن طبعا الشرطة مش بتصدق حاجة زي دي والاتنين بيتحركوا بعيد عن بعض. في نفس الوقت واحد في المحيط بتاعهم بيكون وقع على الأرض ومات، فبيحاول هنا ليام إن هو يحذر آخر شرطي، فطبعا مش بيصدقه وبيطلع المسدس علشان يدافع عن نفسه ومش فاهم حاجة، فبيموت على طول. وبيوصل هنا سام علشان يفكهم وبيقول لهم إنهم لازم يتحركوا على البيت، وهو هيروح على الشرطة علشان يقول لهم اللي حصل. وبيكونوا في الطريق وبيتحركوا على البيت لوحدهم، وبيفضل ليان يلوم نفسه في موت الناس، وجين بتقوله إن هو ملوش ذنب في حاجة. ويقفوا هنا عند أقرب محل علشان يجيبوا طلبات، وفي التلفزيون بيشوفوا المكان اللي نزلت فيه الصاعقة من السما، وبيرجعوا تاني على العربية وبنلاحظ إن في عربية تانية بتكون ماشية وراهم، لحد لما بيوصلوا على بيت ليام. وبيروح ليام لوحده عند البحيرة وبيحاول يفتكر حاجة، وجين بتكون في البيت لوحدها وبتشوف دفتر مذكرات في النار وبيكون محروق، فبتحاول هنا ان هي تنضفه. وهنا بتتصدم ان هي بتشوف صور ناس كتيرة بتكون مفقودة، واختها التوأم بتكون واحدة منهم. وفي نفس الوقت بتفتكر ليام وهو في البحيرة وجين في البيت بتاع الحادثة، لحد لما بتعرف ان ليام اصلا قاتل محترف وهو اللي خلص على اختها ورمى الجثة بتاعتها في البحيرة، وان جين اصلا كانت معاه في العربية علشان تشوف اختها. ولكن ليام بيحاول ان هو يديلها مخدر علشان يخلص منها. بيعملوا حادثة بعد لما جين بتقاوم، وبيخرجوا هما الاتنين من العربية علشان ليام يموت جين، ولكن بتنزل الصاعقة من السما وهنا بدأت اللعنة تحاصرهم، فبتروح للبحيرة علشان تموته بعد لما الذاكرة رجعت لها. ولكن قبل ما بتعمل كده بتعرف ان هي حبته ومش قادرة تموته، فبتحاول تسأله على مكان اختها فين، فبيقول لها ان هي تقريبا في البحيرة، وبتطلب منه ينزل يدور عليها. وهنا بنفهم ان هي عايزة تموته ومش عارفة. وكان من الواضح ان ليام ندم بسبب الماضي ومش مصدق اصلا ان هو كان قاتل محترف. وهنا جين بترجع على المزرعة وبتشوف الناس عايزة تموت ليام، وده طبعا بسبب ان هو قتل الناس القريبة منهم، فبيهرب ليانا على طول من قدامهم علشان الكل يموت بسبب اللعنة، وده لما بيبعدوا عن بعض. فبتحاول هنا جين تصرخ علشان الناس تفضل عايشة، فطبعا بيقرر ان هو يعمل كده علشان يدافع عنها. وبتلاقي هنا فرصة ان هي تهرب هي كمان من قدامهم، وواحد بيكون لسه عايش وبيقعد يضربها بالنار لحد لما بيموت بسبب اللعنة اللي نهت حياته. وبيحاول ليام انه ياخدها على اي مستشفى بسرعة، ولكنه بيعرف ان هي كده هتبعد عنه والدكاترة هتموت وهو مش هيلاقي حد يساعدها، فبيضحي بنفسه علشان تفضل عايشة ويخلصها كمان من اللعنة للأبد. وهنا جين بتسمع صوت ضرب النار وبتعرف اللي حصل معاها. بس كده يا سيدي، دي نهاية الفيلم. ما تنساش لو عجبك الفيلم تعمل لايك وتشترك في القناة وتفعل زر الجرس، وده علشان يوصلك إشعار بكل أفلامنا الجديدة. يلا اشوفكوا على خير في فيلم جديد. سلام.